بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الفيديو الأول من المراجعة النهائية للصف الخامس. 215 زائد 785 يساوي 785 زائد، نكتب 215 ودي عندنا خاصية الإبدال. 0 زائد 175 يساوي 175 زائد، هنقول 0 ودي خاصية العنصر المحايد الجمعي. 3 أكمل. العنصر المحايد الجمعي في طاء نكتب 0 والمحايد الضربي في طاء هو الواحد. 4 واللي 7 في 43 زائد 57 يساوي 7 في نقط زائد 7 في نقط، خاصية نقط. 7 في 43 زائد 57، هنا استخدم خاصية توزيع في فك القوس اللي قدامي ده، فاضرب هنا 7 في 43 زائد 7 في 57، دي خاصية التوزيع. 5 بيقول لي إذا كان 945 يساوي س في 100 زائد 45. أنا عايز من هنا قيمة السين، دي معادلة عايز إن أنا أوجد قيمة السين منها. ممكن أعمل خطوات وممكن إن أنا أجيبها بشكل عقلي. طيب بخطواتي هنا س في 100 زائد 45، أنا عايز هنا قيمة السين، يبقى لازم أتخلص من 100 المضروبة في السين وال45 المضافة عليها. طيب هبدأ أول خطوة إن أنا هاخد العدد المضاف أنقله الناحية التانية بعكس العملية الحسابية بتاعته. هو طبعا هنا زائد يبقى أنا أنقله ناقص، يبقى هنا السين في 100 تفضل في الطرف الأيسر، وهنا عندي 945 هطرح منها 45. 945 ناقص 45 دي 900 هتساوي السين في 100. بعد كده أنقل 100 الناحية التانية مقسومة، يبقى هنا 900 هقسمها على س على 100 هتساوي الناحية التانية س، و900 على 100 يبقى بتساوي 9، يبقى الس من هنا بتساوي 9. دي بخطواتي. إنما ممكن أعملها بشكل عقلي، إن هنا عند 945 وهنا س في 100 زائد 45، خلاص ال 45 اللي هي في الطرف الأيمن هشيل قصادها 45 في الطرف الأيسر، يتبقى هنا 900. وأسأل نفسي كده من العدد اللي انضرب في 100 يطلع 900، يبقى هو العدد 9، يبقى س هنا بتساوي 9. يبقى ممكن أعملها بخطواتي، ممكن أعملها بشكل عقلي. عندي 1 4 8 13 بيقول لي هنا أكمل بنفس التسلسل أو بنفس النمط. هنا من 1 ل4 زودنا 3، من 4 ل8 زودنا 4، من 8 ل13 زودنا 5، يبقى هنا زودنا 3، هنا زودنا 4، هنا زودنا 5. هلاحظ هنا إن الزيادة هنا زيادة مرتبة، إن هو كل مرة بيزود 3 4 5، يبقى دي ليست زيادة ثابتة إنما زيادة مرتبة. أنا عندي الأنماط ممكن إن أنا الاقي عندي بعض الانماط بتكون زياده ثابته، يعني بزود كل مره 2 او بزود كل مره 5 او بزود كل مره 10، او ممكن تكون الزياده عندي زياده مرتبه زي النمط اللي قدامي ده. من 1 ل4 زودنا 3، من 4 ل8 زودنا 4، من 8 ل13 زودنا 5، يبقى انا بعد كده ازود 6 على 13 تبقى 13 و6 19، وبعدها ازود 7 تبقى 26. برضو هنا بيقول لي 1 2 3 5 8 13. هنا ممكن ان انا اتلخبط ما بينها وما بين النمط السابق، انما هنا هكتشف ان من 1 ل2 زودنا 1، من 2 ل3 برضو زودنا 1، من 3 ل5 زودنا 2، من 5 ل8 زودنا 3، من 8 ل13 زودنا 5، يبقى هنا زودنا 1 زودنا 1، وهنا عندي برضو زودت 2 زودت 3، انما من هنا زودت 5. يبقى دي مش زي اللي فاتت ابدا، لان هنا طبعا كنت بزود 3 زود 4 زود 5، هنا الزيادة مرتبة، إنما هنا الزيادة ما هيش مرتبة. إنما النمط ده إن لو جمعت كل عددين متتاليين هينتج العدد اللي بعدهم، يبقى أنا الواحد والاتنين لو جمعتهم مع بعض هيديني 3، والاتنين مع التلاتة هيديني 5، 3 مع ال5 هيديني 8، 5 مع ال8 هيديني 13. يبقى لو عايز أكمل النمط ده يبقى أنا هجمع ال8 وال13 هيديني 21. يبقى كل عدد عبارة عن ناتج جمع العددين السابقين له. يبقى هنا 3 جاية من ناتج جمع الواحد والاثنين، وال5 جاية من جمع الاثنين والتلاتة، وال8 جاية من جمع التلاتة مع ال5، وال13 جاية من جمع ال5 مع ال8. يبقى هنا لو عايز أكمل هجمع ال8 مع ال13 يديني 21. 8 بيقول لي العنصر المحايد الضربي اللي هو الواحد مضافا إليه 99. يبقى العنصر المحايد الضربي اللي هو الواحد هضيف له، يعني هجمعه على 99، طبعا الناتج هيكون 100. دي رقم 8.
مسألة رقم 9 بيقول لي هنا 25 زائد نقط زائد 71 يساوي 25 زائد 29 زائد نقط، خاصية نقط. طيب هنا عشان الطرفين يتساووا يبقى الثلاث أعداد اللي احنا جمعناهم هنا في الطرف الأيمن يبقى موجودين عندي زيهم في الطرف الأيسر، فعندنا 25 وهنا 25. طيب هنا 29 مفيش هنا 29 يبقى النقط دي هتبقى 29. هنا برضو 71 مفيش هنا 71 يبقى اكتب هنا 71، بحيث يبقى الثلاث أعداد اللي موجودين في الأيمن في الطرف الأيمن يبقى زيهم بالظبط عندي في الطرف الأيسر عشان يبقى كده الطرفين متساويين. طب دي خاصية ايه؟ وخاصية الدمج. في ناس تلخبط تقول خاصية الإبدال، إنما هلاحظ إن ترتيب الأعداد متغيرش، 25 29 71 25 29 71 يبقى أنا مكتبش هنا إبدال إنما أكتب هنا خاصية الدمج، لأن عندي عملية الجمع عملية دامجة. معناها إن أنا لو جمعت العدد الأول مع الثاني زي ما احنا عاملين كده في قوس، والناتج اللي هيطلع اجمعه على العدد الثالث هو نفس الامر او نفس الناتج لو انا سبت الاولاني خالص وجمعت الثاني مع الثالث وفي النهايه جمعت على الاولاني هيطلع نفس الناتج، لان عمليه الجمع عمليه دامجه. 10 بيقول لي س في 75 زائد 10 يساوي 85 في 9، عايز من هنا استنتج قيمه السين. طيب هنا عشان اقدر اطلع قيمه السين لازم الاول اجمع اللي في القوس ده، فيبقى هنا السين زي ما هي في 75 زائد 10 يديني 85. طبعا السين لما يبقى وراها قوس على طول كده يبقى هنا علامة في. طيب ناتج القوس هنا يبقى 85. الطرف الأيسر هيبقى 85 في 9 عشان برضو الطرفين يتساووا. هنا عندي 85 هنا 85 يبقى السين دي لازم تساوي 9 علشان يبقى الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر، يبقى هنا السين هتساوي 9. 11 عند النمط 1 3 9 27 يبقى هنا النمط اللي قدامي ده عبارة عن ان انا كل مرة بضرب في العدد 3، يبقى هنا من الواحد للتلاتة ضربت في 3، من التلاتة للتسعة ضربت برضه في 3، من التسعة لل27 ضربت في 3، 1 في 3 ب3، 3 في 3 ب9، 9 في 3 ب27. يبقى هكمل النمط هضرب هنا في 3، لما اضرب الواحد ال27 في 3 هيديني 81. 12 بيقول لي إذا كان ألف ينتمي إلى طاء يبقى معنى كان ألف عدد طبيعي والباء برضو ينتمي إلى طاء، يبقى ألف عدد طبيعي زي الواحد أو الاثنين أو الصفر أو الخمسة أو 100، والباء برضو عدد طبيعي. وبيقول لي الناتج طرحهم برضو عدد طبيعي. طيب الكلام ده مش هيحصل إلا لو كانت قيمة الألف أكبر من أو تساوي قيمة الباء، يبقى الألف عدد طبيعي والباء عدد طبيعي وناتج طرحهم برضو عدد طبيعي. طيب ناتج طرح أي عددين يدينا عدد طبيعي إمتى؟ لما يكون العدد الأولاني أكبر من التاني أو يساويه. في الحالتين دول هيطلع عندي الناتج عبارة عن عدد طبيعي، زي ما نقول مثلا إن الألف دي ب7 والباء دي ب5، يبقى لما أطرحهم من بعض يديني 2، ال7 طبيعي وال5 طبيعي وال2 برضو طبيعي، أو الألف ب5 والباء برضو ب5، يبقى برضو لو طرحناهم من بعض الناتج هيساوي 0 برضو عدد طبيعي. إنما لو الألف مثلا ب5 والباء هي اللي ب7 هاجي أطرحهم من بعض الناتج مش هيطلع عدد طبيعي، يبقى ده لا ينتمي إلى طاء. يبقى علشان يكون ناتج الطرح لأي عددين طبيعيين ينتمي إلى طاء يبقى لازم يكون العددين دول إما يكونوا متساويين أو يكون العدد الأول أكبر من التاني، اللي هو المطروح منه يكون أكبر من العدد المطروح. طيب المطروح منه هنا الألف والمطروح منه هو الباء، يبقى لازم يكون الألف تساوي الباء أو الألف أكبر من الباء. يبقى أنا قدامي اختيارين فبكتب كده إن ألف أكبر من أو تساوي الباء. وبكده انتهى الجزء الأول من مراجعة الصف الخامس.